السلام عليكم. عليكم السلام. أولا شكرا للجنة المنظمة وشكرا للحضور لهذه المناسبة العزيزة لدينا جميعا يعني. أنا أود أن أرمي رسالة، لكن على ما أعتقد وحسب فهمي جزء كبير من الناس ما حيقبلها، وأنا يعني في مرحلة معينة برضه أنا ما كنت أحب الكلمة اللي هقولها يعني، لكن شايف الظروف فرضتها يعني. أنا نشتهي من اختلاف إني نقول له بفي الله من إسعي بالنظام والالتزام من الباب ويبقى قبل ويكون كم رؤيته أنا خمس ساعات نحن تقبلها يتقبلها يتقبلها عايزين نعمل ذلك. عمل اختي استئذانات الناس نحن يأكل يقدف زبل وي أو ما يقال بكفاية يقدف. شعار جميل هو وإن شاء الله يواصل ويستمر. وأنا هقول يأكل أو كفى ترجمة ما بعرف كيف كفى هاي ياكل يأكل. أنا بقى يفلتني كم بلاد لنا مثنياته بنشتري دحريت تماريسنا أبجزية مثال عام أربعتين دحريت تماريس ناس أنا بقى يفلتني تقريني ترجموا لي يبرزنا برد من أنت خلد داعي من الليل ويخا أنا تقريني يفلتني بعرف ترجموا لي يبرزنا برد من أنت خلد داعي حتى سنة برد بين ده حساب أنا أربعتين كم علامات أنا توصي ده ما ينفعش زي أبو يا أخبا وي جبائي أبو زخريهم هذا بعرب الزاربون كلوس الناس ردهم كلوس رجال الزارب نتي أخبا حنفش أنا عربي فرنسية ترجموني أخبا بيجوا ساعات بيجوا ساعات هرقينوس يمترجموا 4 ساعات هم. أي بمعنى قبل 74 الواحد في الميدان أو في رزية لو سأل جملة معينة قال أنا ما بعرف الجملة دي ترجموها لي بالتقرينيا كان يقول الجملة دي من أجل المعرفة وعشان يعرف المضمون بتاع الكلام والعكس بالعربي برضه يعني. لكن بعد 74 بقى السياسة ممنهجة لتفريق المجتمع الإريتري، ولذلك علينا أن نقول كفى ترجمة ويأكل أي فلسطيني تقرينيا عرب ترجمة بتقرينيا بتسك علينا سعير ناس مخلوق فرق علينا عربانيا أي ندلينا زبل ومسرات كيف ده جميرات جبهات مسرات انكلاس يوم أسلام يوم عرب كزاروكم يوم عرب وزوكم يوم شفتوكم يوم تقرينيا سبكت تمنينا تقرينيا زارب أمينوس أبقى أيوة أبقى جبهاوين ولا بقولهن يكون ترى تقادلاي كستان أنا تقول أنا زبل زرب أيدر بنيرو جن كاب بريسي كونن هذا كابتيوم دنيا زارب ويكم كابتيوم كريستيان إذا كزر بس أمينوم كم تسبب هنا يبالي إسباو كمبار وده أفورقي فرما جمع إنتاج يوم المسلمين يوم عرب شتوكم يوم يلو زارب ليه يمشي ليه وزوحات كاباتنا ترينيا زارب يخونوا ولا عرب زارب يخونوا أسلام يخونوا ولا كستان يخونوا يأمنوا نيرو ده دحين خاخذوا نيرو حسرة بيلا إرتريا إسلامي كونتين كم أقول كستانيتي كونتين إرتريا أد أسلامات أمريكا أسلامات كستانية
نزلنا قرزي إن قديف ناس كمي كم نعمل كمي كم نستحاس كمي كم نكابل كمي كم ناتنا تاشمون نسحب أنا سلام زي بعد زي لوني يعني الراس قبل 5 شمون تنعمج اتنا كاب 7 اتنا ترجمونا اتنا عاوزين له بحد قانقا عشان تكون ترجمة هو العربي يكون ولا بقانقا العربي يكون إسرائيل مش عارف نعرف موسى دي مترجمة ما تنالو صراحة 5 شمون تنعمج كينو جزية أو بمعنى نحن عندنا 58 سنة 58 سنة لو طلعنا منه ساعة الترجمة من العربي للتقريني والتقريني للعربي كان يقول مجموعة 29 لكن أدعنا الوقت لصالح زمان لصالح سوريا والحين لصالح قدف وعلينا أن نقتصر الطريق انت كزيه ونحصروا لنا أقول الزرب كان زرب يمنا الزرب قدامنا هاجرنا قدامنا هاجرنا كقرص بتقولي بعرب مخر نردويه بيقول لا يديهم ترجموا لي انت زبل الذي اتهم فريد مسخات في الحضريه هي ترجم الكائنات انا ما بعرف تقرينيا ترجموا لي اللي يقول هو يعرف تقرينيا انا اقول له لا انت تعرف تقرينيا ما تفهم بالواضح من اجل استمرار المسيره واختصار الوقت واسف للاطاله شكرا لأستاذ موسى. وحقيقة اللي هي التجرينية والعربي هي لغتا الرسميتين لإريتريا ولغة التعامل، فبالتالي كل هذا لا يعني حتى اللغات المحلية، حتى اللغات سواء كانت لغات بالتجري ولا بيساهو ولا بأي لغة أيضا هي مسموح بها، لكن في التعامل الرسمي هكذا زي ما أشار إليه نحن فلا بد من التعلم. لو ما تعلمنا أعتقد يكون صعب. فمن يجد اللغة التجرينية واللغة العربية حتى لما يقدم على سبيل المثال الأستاذ الحسن للزب الأستاذ حسين راكي خلال إيجاده باللغتين متعنا حقيقة حتى في القصائد، يعني فيه إبداع سواء كان باللغة العربية أو بالتجري أو بالتجرينية اللي ألقيت الكلمات الشعرية. لكن موسى قاعد إذا كانت في ضرورة للترجمة، لكن يجب الناس تتعلم بقدر المستطاع لغة التفاهم بحيث أن كلنا نوصل المعلومة. اللغة هي تواصل، هي لغة التواصل، هي مجرد كوميونيكيشن. عشان نتكلمنا عرب ما حنكون عرب، ولو تكلمنا تجرينا ما حنكون تكراري ولا أي شيء. لكن هذه اللغة هي لغتنا، نعتز بهذه اللغات وكل اللغات الثانية، فبالتالي يجب التعلم والتقرب وأيضا الروح الجيدة للتواصل. وشكرا. حبيت أضيف الكلمتين دي. أنا إنتاي زبل زلو إذا عمنا موسى زبل زلو تجرينيا أو بعربينيا أبترجمة فوق لنا جزية واضحة يا محمد عليك الله نمشي. إذا كانت واضحة أنا آسف. واضحة. نسوي تجرينيا بالعربية is enough. فندي فرص كمان للإخوة للمداخلات. أي أخ عايز يقدم. الشامخ هو في وسطنا ونحن حقيقة نرحب به ترحيب يليق به ويليق به، وهو نديه مداخلة ويتفضل.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الأفاضل، حقيقة يعني الأخوة المتحدثين سواء كان في الكلمات اللي ألقيت الرسمية أو المداخلات الشعرية أوفت وكفت زي ما يقولوا، ولا في شيء أنا أضيفه وأقوله غير أن إحنا نعتذر مناسبات سبتمبر وإحياء هذه المناسبات العظيمة. يعني هو تجديد لنضالنا وعهدنا لشعبنا ولشهدائنا. إذا كان تمكنا من تحرير إريتريا، الآن نضالنا من أجل إريتريا الديمقراطية اللي يتساوى فيها كل الإريتريين بكل صفاته الوطنية والأقليمية، وأن يكون التعايش السلمي ما بين الإريتريين، وإريتريا تتميز وتتمتع بدولة القانون، دولة العدالة، دولة الأخوة، دولة الديمقراطية. وهذا الذي كلنا قاعد نشمر فيه سواعدنا، وإن شاء الله يأتي هذا اليوم المنتظر وكلنا نحتفل في إريتريا الديمقراطية، إريتريا السلام، إريتريا الأخوة، إريتريا المحبة. بخبركم إخوات، زتابعالي بصوتنا بتي اللاوي أواي ما يتاش ما اللي يقول بتقرأ ميتات بتقرأنا بعربية بتقرأ زتابعالي كله بقع نيرو وأدماغ نيرو بتي هجروا بعد معنا نوعو بزيادة والسيخوي زبلي بالليل جن مبوسي نخجلس يفتو كم أدما إذا تأكيدنا لزلنا هجراوي بعد نتي هجراوي ناسنا زجمرنا له برتاو كالسي بحرنا هجر الزازيمنا حجي أبتي ديمقراطية وكالسنا نكسر زلنا بحبار مع حبار قعزو تدالينا نوع تعطينا أبتا ديمقراطية هجرنا إريترا بسلام بفتحي بفقري بحول نتاوي نبر الله نحبار قعزونا كنكسل أمنو المسائي بعلاتنا أو هجرنا نكخون زي متي وضحنكم. شكرا. شكرا مرة أخرى الأستاذ. ممكن كلمات زيادة، ممكن ندي فرص للإخوة. ممكن أستاذ محمد، أستاذ صلاح، أي كلمة. هذه مناسبة أستاذ محمد تجي متأخر، وعاوزينك برضو مداخلة لو عندك، يعني لأنه ده احتفاء بمناسبة سبتمبر وبدأ الساعة الآن تقريبا ونهاية مشرفين على نهايته، ومشكورين لحضورك، وأيضا عاوزين كلمة. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا في البداية يعني أنا بعتذر على التأخير، كان خارج إرادتي، يعني كان في شغل معين، جاني تليفون ومشيت في شغل معين وكده، وخلصت الآن الساعة 6 إلى 10 كده. والله كنت منتظر عشان أحضر هذا الحفل الكريم. بالتأكيد يعني هذا تاريخ كل يفتخر به أي إريتري طيور وأي إريتري حر. صح، هذا اليوم البدأ فيه يعني كرامة الإنسان الإريتري، ورفض يكون تحت الاستعمار أو العبودية أو يكون الدونية، ويعني فجر هذه في هذا اليوم الثورة عشان يكون زيه زي الآخرين شامخ ومستقل وحر يعني. فأكيد أي إنسان إريتري حر يفتخر بهذا اليوم. فأنا ما عندي كلمة أخرى، لكن أشكر الأخوة اللي قاموا هذا الجهد وكذا. السلام عليكم ورحمة الله. مرة أخرى أنا آسف على التأخير. شكرا للأستاذ. مش جاي محمد. بيجرس غير
سلام سلام كلهم مجمع نزوم أكيدكم دعاءكم لما عندكم أنا أتوقع كل سبب كم زين كم اللي قرص اللي يكونه نعود خمس جنيه دليل أو خلف أمنا مساعد بدي ولا خيدي الله أمنا مساعد حد زحيت الشجر زعبا هونغا سبوا خات الزارة وصلها نزل زاد غير لكن أنا نصل إنجليزي أنا صار فكرت هكذا حنقولنا واحد ولا تلا قانقنا فلا لسي عربي زار منير عنده أسمعني ولا أنت سمعني أنا عربي قلنا رد على نقول طيب لا تمام فسنا تبغى سلنا لو ما لتك أسمع مزيج خلا أنت كم الدليل اللي لو ما عندي سي هو عواتسي ناتودي أحدكم سبوق سرح سرح عواتس سرحوا سرحوا كيدو سرح عواتة مفتر ديك قالنا دلنا ولا دلنا حج حجتنا عواتس أدني غير ودي يوسف بزعل عواتة بدي تام جمرة مسود ناسي حدش عواتنا نفتر لين الزرابنا إجري من زنيها كل عواتة اللي لنا الحجم هدف أقول اللي بدأتونا تقرأ تقريني في مليون ولا أنا أمريك مليون ولا أفريقيا مليون وقانا همان نادنا هومر كنده هذا كل شعسو أبتنا طاقتنا خلال اللي بلادنا نحن خلال دينا بلونا زي سرعات بحق سمعتي لو معتي وزحت من نسياتي إذا ما كل ما بزقوا على من نسياتها زي أكل ما تبني رم تدخلهم ما عصم كلهم تنزل بنير ناسي هيك دفع بزعدي من خبنا نير مزيمتنا استكايسوا مخاخين ومهج لما تدلوا وريخا أنا كبينا هنبتنينا مشنا كم جاس أنت حدا رايح لكم لدليل ولا أنت ما فكر قليل أنت ما فكرنا قليل كقدر فضل أنت نزوم من ساعات زيادة الأخوة مش خلاص مع الترينا يوم شو مسؤول كن سرع يدل لهم كرر إن يدل لنا مو بجهاتكم خلاص مع الترخون يعني له السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله سعيدين جدا بهذا اليوم العظيم. طبعا الذكرى 58 يعني ذكرى الفاتح من سبتمبر، ويعني ذكرى حتظل تتكرر علينا دائما وابدا الى قيام الساعة، لانه ده كان يوم عظيم جدا ويوم انتزع فيه الشعب الاريتري حقه ومستحقاته حقيقة، لكن للاسف وقعت النتيجة في يد في يد غير امينة. من هنا احيي الاخوة القائمين على هذا الحفل، وقد اجادوا الترتيب له جيدا، وكل الكلمات وكل المداخلات الاشعار وغيرها. كان يوم جميل جدا واتمنى ان يتكرر. ورسالتي حقيقة للكوميونتي الإيرتري هنا في غرب استراليا في بيرث، يعني بصراحة شيء مؤسف جدا، يعني كل هذا الحراك السياسي وكل هذا النشاط المعارض للي هي قدفوا، يعني الناس تتكلم لكن ما بيجوا في المناسبات. يعني هذه المناسبات الناس المفروض تجي فيها ويعبروا عن وجودهم ويعبروا عن نضالهم اذا كانوا هم يعني عندهم حقيقيين يعني في هذا الطرح يعني. وانا اشكر مجددا الاخوه المنظمين للحفل، وكل سنه وانتم طيبين. شكرا. زي استاذ أنا زربا كويت أقرأ كل يوم. نقاط أمس حكم لهم بيا أبوي سلسلة مس كوا عبوهم كاب عم موسى كاب زحونا نسمع كويه. أنت زنبرت دا سمع ناس من تتبرينجا كزرب من تعرب كزرب هاي ندقاق الجزيل التقمر وينا قبلتنا نقاط أم حونا من يشمو علم كان إحنا سعوة تنفتري هدي نحنا شقرنا كلنا نتعلم مسيركم بزعبا بوتاتنا بزعبا غالتين الزاربين
كندعمنا ولا تدخلتوا تاريخ جيجا هم كتزفلت أقرب ما يصير. تزفلت مركا هجي أقعد من ذا أنقا خب قال أخواتنا قدام تقعد تقدم ما بجو هذا عواتسي سقعت إلى الإنجليز قنقا تمهيد هجي لبام سب بتوع أنقا أنت فليتي يبدل كم زلهم زبدل كم زلهم تفلت هجي قدمنا من نحن خايفة تنام حالنا تمهيرنا بتمحارنا زي مفلاتنا ده يخسران بتمحارنا مفلاتنا مقصد عبايكات على النيل هذا سوايسي بس سويته تبايسو الدين دقوا أو ريسو تذكار غيره نفسه قتل وسيم هجي تصدق نتن ساتات ولا نخلبي ولا ندوم لما نهيب يهبني نتي تعرف كدربه كله نخلبي هبو هجي تخلي سواء كهبتام زغني سبيت عملاته بحرب عالم تاريخ كلهم جاكانو أنستو من زعمهم نابن تيتلر كم مسؤولين مخرج وسداي نبرة كم زبان بس سبيت خش قرر له إنه مسؤولين يدوق له مسؤولين ما تعلمون زيادة بعد من برا له زم عبيت ممارن فلتو هدي تخلوا تايلو أنت حاول مفتاح كله دو نفسها متعلم قام قاسل زفلت هجي نحنا نوندو تنن حدنا زلالينا عرب ديو تقراديو قال مالي دخون عم قاعد تفليت كيف تفسر داي مفلاتي نعم محمد عمر كيف خيد انت دليل داي فتات تخويني يتفسر هم مفلات ولا نفوق فليت كا مقدافو ليكي خام وضحهم فوق كده دي مسافه يعني تقوم على الزكيه مبارك تعرفون وتعمل كم زغن علل كن فتنا شكرا شكرا دكتور وندي الفرصة للإضافة إذا هناك هاي منصور، lu سجل ولا لا؟ سجل ولا لا؟ واه